أعلن في المغرب عن إلغاء شعيرة عيد الأضحى القادم 2025 نتيجة تداعيات أزمة النقص الحاد في القطيع وتوالي الجفاف، ما تسبب في انخفاض أسعار الخرفان بعدد من الأسواق. وحسب بلاغ تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن جلالة الملك أمير المؤمنين قرر وفق المصلحة الشرعية ورفع للضرر، فإن الظروف تستدعي إلغاء شريعة عيد الأضحى القادم، وسينوب جلالته عن رعاياه في الذبح تيمنا بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا وسبق أن تصاعد الجدل بشأن إمكانية اتخاذ قرارا بإلغاء عيد الأضحى على منصات التواصل بسبب الغلاء، فبينما يرى البعض من الناشطين على الشبكات الاجتماعية أن الأوضاع الاقتصادية والمناخية تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، يحذر آخرون من تداعيات مثل هذا القرار على قطاع تربية المواشي، قبل أن يتدخل جلالة الملك ويقرر إلغاء شعيرة عيد الأضحى. وأبدى الكثير من الناشطين تأييدهم لفكرة إلغاء عيد الأضحى القادم من أجل التخفيض في أسعار اللحوم بعد أن ارتفعت بشكل كبير